السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم الرابع على التوالي النهارده وفي برنامج فنجان شاي فكرة محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد ولعبة التحضير. النهارده معانا ومعاكم العمدة أبو الحسن الجزار معالي النائب أبو الحسن الجزار. بنشكره جدا النهارده للحضور والدعم النهارده والمشاركة معانا، بنشكره جدا النهارده وبنقول له كل سنة وهو طيب وحاجة جميلة. طبعا الدعم اللي بنشوفه من أبناء مركز جفت لهذه الفكرة البسيطة وهي فنجان شاي. بنشكر معالي النائب أبو الحسن الجزار. نشاهد الآن معالي النائب أبو الحسن الجزار داخل ساحة لعبة التحضيض مع فارس من فرسان جفت الحاج محمود عبد المبدي. نشاهد جميعا الآن معالي النائب أبو الحسن الجزار داخل ساحة لعبة التحطيب وفنجان شاي النهارده مع محمد الصعيدي. ونشكر طبعا حضور معالي النائب ابو الحسن الجزار النهارده ودعمه لينا القوي النهارده لفكرتنا البسيطه فنجان شاي وسهره رمضانيه ولعبه التحضير في مركز جفت. فكره طبعا اخوكم العبد الله محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد. ونشكر معالي النائب ابو الحسن الجزار. خليك ماسك ده وده، بص اهم حاجه خليك معانا تركز على اللعبتين ما تهزش يدك. طبعا العمده ابو الحسن يا جماعه اداني عصايه جامده كده. العمده ابو الحسن طبعا ما بيهزرش.
المشاهد العمده ابو الحسن الجزار طبعا فارس من فرسان لعبه التحطيب يا جماعه، وعمل قلق النهارده والله العظيم داخل ساحه لعبه التحطيب وظبطنا كلنا بصراحه. طيبين كلهم طيبين. كلهم طيبين. حاج احمد كلهم طيب. عمده بشير كل سنه وانت طيب. استاذ بشير ابو دقه طبعا حضور المشرف النهارده لليوم الثالث على التوالي. استاذ حسن الديري ابو اسلام كل سنه وانت طيب. يوم جميل وبارك الله فيك على هالزين. عقبال فرح اسلام ان شاء الله كده. حبيبي اخويا الصديق الاستاذ حسن الديري. كل آل هارون طبعا اخونا الحاج سيد هارون ومحمد هارون واخونا حماده هارون وكل آل هارون الجزارين الشاطرين جزارين بلدنا المحترمين. الحاج شادلي يا اخويا وحبيبي شادلي عم مفدي. ايه رايك في الفكره الحلوه دي كده؟ ولعبه التحطيب الحلوه وانت شرفتنا النهارده دايما مشرف جفت ودايما علم من علام جفت. الله يخليك يا عم منور يا حاج شادلي. كل سنه وانت طيب وعاد الله علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه. حاج سيد برضه بالكلمه. طبعا سيد ابو هارون حبيبي ان شاء الله يجعل ايامنا كلها فرح يا رب دايما ان شاء الله يا رب. معلم سيد هارون كمان النهارده معلم سيد كسوم طيب منوره بيكم وناجحه بيكم والله العظيم والله. وما شاء الله عليك انت والمعلم احمد الجزار كل ابناء على هارون النهارده والمعلم شاذب عبد مبدي نورتنا والله. معلم احمد الجزار كسوم طيب طبعا واللعبه دي معموله النهارده عشان معلم شادلي وده علم من اعلام مصر زي اللي ابو الحاج حسني عم مفدي. طبعا علم من اعلام الجزارين اللي بنشرف هو بيهم والله. عمل اسم المفدي وعمل اسم القف بنشرف بيهم والله. المرحوم حسني ما فيش حسني يبقى ما فيش مفدي. رحمه الله على جدك احمد على هارون. رحمه الله على فضائلك على هارون كلنا اخواتنا وحبايبنا واهلنا وعشيرتنا وربنا ما يحرمنا منهم دائما. وانت دايما بالخير معانا يا حاج محمد احنا الناس منك. بارك الله في الناس كلها الضبط وجعل دايما ضبط عامنا يا رب يا رب.
العمده، هو العمده شادي. طبعا العمده ابو الحسن الجزار، معالي النائب ابو الحسن الجزار داخل ساحه لعبه التحطيب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، داعم قوي للفكره كمان مع محمد الصعيدي، وبشكره جدا النهارده على حضوره المشرف لينا النهارده ودعمه لينا القوي. ابو الحسن من اول ما نزل يا جماعه وهو شغال فينا ضرب بالعصايه. بنشكر العمده ابو الحسن الجزار النهارده اللي عمل بهجه النهارده والله العظيم لهذا اليوم. طبعا بنشكره جدا في هذه اللحظات. طبعا يغادر معالي النائب ابو الحسن الجزار وكل ضيوفه النهارده برنامج فنجان شاي. بنشكره جدا النهارده على الحضور. نشاهد الآن المعلم سيد هارون والمعلم شادلي عبد المبدي داخل ساحة لعبة التحطيب. إن شاء الله طبعا في آخر الأيام يا جماعة هيكون في أكتر من درع لكل من شارك من لعيبة العصاية أو لعبة التحطيب من أبناء جفت. محمود اخوك طيبين طيبين يا باشا. يا احمد عمده بشير صنديق بس محمد صنديق بس محمد حبيبي الغالي حبيبي الغالي يا باشا. هذا العمده ابو الحسن ظبط الناس كلها النهارده.
انزل يا عم.
طيب يا عم ربيع، ايه الحلاوه دي؟ عندك يوسف كل يوم. ايه الحلاوه دي؟ والله كل يوم. وساب لك السلام طبعا النائب ابو الحسن الجزار، كان هنا ولعب ودعم الفكره كمان ولسه ماشي. بص كل واحد قدام واحد واحده. بشكرك النهارده لليوم الخامس. وبنشكر الاخ يوسف ابو الفيل اللي كل يوم معانا وكل يوم قاعد بيدعمنا بالشاي وبالسكر وبالحلويات وبالسلام يا ابن الغلات. ربنا يبارك فيه وربنا يبارك بعرضه واولاده وربنا يرحم له ابوه. بصراحه شاب من شباب المخلصين والطيبين. ربنا يبارك له ونتجمل معاه ان شاء الله في الافراح كمان ان شاء الله. ربنا يكرمه ان شاء الله. ونشكرك جدا يا حاج شاذلي، كل الشكر ليك، كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا شاذلي بيه. ونشكر جدا طبعا من شباب جفت المحترمين اللي موجودين معانا من اول يوم وداعم قوي لفكره محمد الصعيدي. بشكره جدا وبشكر كل من حضر وبشكر اي حد بيشاهدنا ومتابعينا المحترمين وكل ابناء مركز ومدينه جفت. اهم حاجه دي، اهم حاجه دي. تعالى بس ما تطولش. لا ساعه يا امين. بيشاهد معانا ابو عمر، كل سنه وحضرتك طيب. استاذ فتاح ابو سعد ابو بكر بيقول كل عام وانتم بخير. استاذ محمد العمده بن حسن الجزار وجميع الحضور تحياتنا ليك. استاذ مدثر عزت اللي بيقول كل عام وانتم بخير. استاذ عبد الرحمن ابو غابه اللي بيشاهد معانا كل سنه وانت طيب. استاذ علاء عبد اللي بيشاهد معانا كل سنه وانت طيب. استاذ عزت دكروني اللي بيشاهد معانا كل سنه وانت طيب. استاذ ابو زياد اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين. العمده ابو الحسن والحاج شاذلي. اخونا خالد الزغبي صديقي المحترم اللي بيقول بسم الله ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. الاعلامي المتميز تحياتي ليك اخويا الاستاذ خالد الزغبي. الحاج او الاستاذ ياسر بكيت دنجل اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك. استاذ سامح بشير ابو هنا المعادي اللي بيشاهد معانا ابن خالتنا العزيز تحياتنا ليك. السيد عمرو الشريف الادريسي اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين يا صعيدي تحياتي ليك. السيد عمرو الادريسي. اخونا الاستاذ محمود اللي بيشاهد معانا واخونا الاستاذ اسامه السبعي. كل ابناء السبعي اللي بيقولوا الصعيدي واحد بس تحياتي لكل عائلات السبعي بمركز جفت وانحاء جمهوريه مصر العربيه. اخواتي المحترمين الحاج محمود صلاح خضاري اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك. اخونا الاستاذ ابو طه اللي بيشاهد معانا تحياتنا لحضرتك. الاستاذ عبد الفتاح الهواري جراجوز اللي بيشاهد معانا اخونا المحترم. اخونا الاستاذ جمال عطا اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك. معالي المستشار حسام ابو سويني اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك.
صديقي ناصر كرم اللي بيقول كل عام وانتم بخير، تحياتنا ليك. عمده مدثر عزت اللي بيقول العب يا ابو عمر، تحياتي ليك. استاذ محمد الصعيدي تحياتي ليك. ابو عمر علي حسين مشاهدينا المحترمين اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين. الاستاذ نوفل اللي بيقول منور الدنيا كلها يا ابو كريم، كل سنه وانت طيب. اخويا وصديقي العزيز الاستاذ نوفل. الخان ناصر كرم مال حسنين تحياتنا ليك. مكملين معاكم ان شاء الله حتى نهايه شهر رمضان الكريم، بعد صلاه العشاء وبعد صلاه التراويح مباشره، وفنجان شاي وسهره رمضانيه مع محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد بمركز ومدينه قفط امام فراشه الازهر الشريف سور نادي قفط الرياضي. موعدنا يوميا بعد صلاه التراويح ولعبه التحطيب. نوجه ناس سيداتكم ان شاء الله هنكون في برنامج فنجان شاي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله في مركز نجاده، في احدى الدواوين الخاصه بمركز نقاده بدعوه كريمه من اهالينا في نجاده. وان شاء الله هنكون الاربع ايضا ممكن في قريه حجازه، ونحاول ساعه هنا وساعه هنا. وينتظرونا ان شاء الله يوم 15 رمضان في قريه البراهمه ان شاء الله، ويوم 20 ان شاء الله، ويوم 21 في البحر الاحمر الغردقه، وايضا يوم 27 في مدينه القصير ان شاء الله. كل عام وكل الاصدقاء وكل الساده المشاهدين والمتابعين بخير مع برنامج فنجان شاي مع محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد ولعبه التحطيب. وان شاء الله مستمرين معاكم حتى نهايه شهر رمضان الكريم بمركز ومدينه قفط سور نادي قفط الرياضي. حضر معنا ايضا عبر البث المباشر رجل اعمال محترم الاستاذ هاشم سيد توفيق بمركز بوص، تحياتي لابن العم الغالي.
هاشم سيد توفيق رجل اعمال محترم اللي بيقول منور يا ابو كريم، كل عام وانتم بخير، دائما متميز، دائما بتقدم كل ما هو جديد. تحياتي ليك استاذ هاشم سيد توفيق اخويا صديقي العزيز. ان شاء الله هاشم مكملين حتى نهايه الشهر الكريم بمركز ومدينه جفت، وبنبعت لك طبعا الدعوه انك تكون معانا في يوم في لعبه التحطيب وداخل برنامج فنجان الشاي هنا في مركز ومدينه قفط. طبعا الدعوه عامه للجميع يا جماعه، اللي حابب يكون معانا ويسهر معانا في رمضان يجي يشرفنا من بعد صلاه التراويح مباشره في مركز ومدينه جفت، طبعا برعايه الحاج ربيع فريد والعبد لله محمد الصعيدي. احنا حبينا نعمل فكره بسيطه نفرح بيها اهالينا ونشارك ايضا مع ابنائنا من مركز جفت فرسان لعبه التحطيب، نشارك معاهم الهوايه المفضله ليهم ولعبه التحطيب، وفكرنا نعملها سنويا اذا كان في العمر باقيه. تحياتي لكم جميعا، انتظرونا زي ما قلنا في مركز نجاده وحجازه ان شاء الله الاربعاء والخميس، وان شاء الله هنكون معاكم في البحر الاحمر الغردقه ومدينه القصير، وايضا هنكون في قريه البراهمه 4 ايام ان شاء الله متتاليه في ايام شهر رمضان الكريم. استاذ محمد علي اللي بيشاهد معانا تحياتنا لك وسام طيب. الاستاذ حربي صديقي العزيز اللي بيقول منور يا ابو كريم، ان امبارح كان موجود معانا النهارده لسه ما جاشي. تحياتي ليك الحاج حربي اخويا المحترم. حضر معنا ايضا اخونا المحترم محمد عبيد مبارك سراج ابن البراهمه صديقي العزيز، بشكر النهارده على الحضور. مساء طيب يا محمد، شرفتنا والله العظيم. حاجه حلوه والله. ايه رايك في الفكره؟ حاجه حلوه والله، حاجه كده مسليه في شهر رمضان. الناس تفرح شويه وفرقه التحطيب دي مشهوره بالاداء
عمل متميز من زمان ان شاء الله. شرفت النهارده الحاج محمد عبيد اخوي وصديقي، كل ابناء اهلا ومبارك البراعم اخواتي المحترمين اللي شرفنا النهارده، كل تجار الخشب المحترمين. هنخلي البرنامج عنده بعد وقت. حضر في هذه اللحظات الحاج عبد الراضي بدعوة كريمة من محمد الصعيد، طبعا بشكره على الحضور. الحاج عبد الراضي اللي حضر النهارده وشرف. الحاج عبد الراضي طبعا اللي شرفنا النهارده، طبعا بشكره جدا على تلبية الدعوة النهارده الحاج عبد الراضي، كل ابناء الجلعة اخواتنا المحترمين. كل طيب يا حاج عبد الراضي، شرفتنا النهارده، والله شرفتنا. كل طيب وعقبال افراح اولادك، ودايما نكون في افراح باذن الله. حاضر يا عمده عبد الراضي اللي شرفني النهارده، طبعا تحياتي ليه النهارده، بنشكره جدا على تشريفه لينا النهارده. سام وديهم من النار، اطلع قدام شويه يا سامي. ايوه محمد. المقاول شاذلي اللي بيقول منور الدنيا، كل عام وانتم بخير. شاذلي المقاول تحياتنا ليك، تحياتنا لعم حربي المحترم. مكملين معاكم ان شاء الله طوال شهر رمضان الكريم وسهره رمضانيه وفنجان شاي بمركز ومدينه جفت. النهارده كان الداعم معانا القوي النهارده في اليوم الخامس على التوالي معالي النائب ابو الحسن الجزار. انا اثنين شاهد
تحياتنا للاستاذ محمد معروف اللي بيشاهد معانا، الخال المحترم، تحياتنا ليك، كل سنه وانت طيب. تحياتنا للحاج حجاج الكلحي اللي بيشاهد معانا، كل سنه وانت طيب. حضر معنا ايضا عبر البث المباشر استاذ عمرو عز الدين الانصاري، كل سنه وحضرتك طيب اللي بيشاهد معانا. حضر معنا ايضا عبر البث المباشر استاذ محمود باشا سويني، اخويا صديقي العزيز، وبقول له كل سنه وانت طيب. حضر معنا ايضا الاستاذ علي ادم الجيلاني على البث المباشر، تحياتنا ليك، كل سنه وانت طيب. الاستاذ احمد الصباحي طبعا اللي بيشاهد معانا، الصباحي، كل سنه وانت طيب، اللي بيقول كل سنه وانت طيب يا ابو كريم، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل ابناء حجازه، اخواتنا المحترمين، كل عائلات الصباحيه في كل مكان، تحياتنا ليكم. ابراهيم عامر اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك، كل سنه وحضرتك طيب. بنتمنى لكم طبعا سهره سعيده، سهره رمضانيه جميله مع لعبه التحطيب، والتي تقام يوميا بعد صلاه التراويح مركز ومدينه قفط امام فراشه الازهر الشريف بجوار سور نادي قفط الرياضي، برعايه العبد لله محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد صاحب الفكره الجميله وصاحب المبادره، واللي احنا موجودين في مكانه الحاج ربيع فريد اخويا الكبير اللي دايما بنتعلم منه، صديقي العزيز ايضا الحاج ربيع فريد، وبقول له كل سنه وانت طيب النهارده، وثقه في الله طبعا نجاح، وتحياتي لكل ابناء مركز ومدينه قفط الرجاله اخواتنا المحترمين، كل اهل عبد المفتي وكل اهل هارون وكل اهل النصراب اخواتي المحترمين، والمعلم سامي عبد الله والمعلم احمد ربيع فريد
والاستاذ ضياء ربيع فريد والمعلم بهاء ربيع فريد البحر الاحمر، اخواتي المحترمين. وتحياتنا للاستاذ بشير ابو دقه والاستاذ محمد الامير، كل من دعم هذه الفكره، تحياتي ليكم جميعا. العمده ابو الحسن الجزار بقول له النهارده شرفتنا، بقول له النهارده دعمك قوي لينا، تحياتنا ليه. وتحياتنا للحاج احمد العضايني اللي كان موجود معانا امبارح، بشكره جدا على حضوره لينا. نشاهد فرقة الرئيس علي أحمد حداد للفنون الشعبية والمزمار البلدي في مركز قط وأنحاء جمهورية مصر العربية. كل سنة طيبة، كل سنة طيبة. ايه رايك في الحفله؟ حلوه؟ فرحانه انت؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. حضر معانا ايضا عبر البث المباشر صديقي العزيز من دوله الكويت ابن البراهمه الغالي العمده حجاج ابو زياده اللي بيقول منور يا ابو كريم الاعلامي المحترم محمد الصعيدي، كل عام وانتم بخير. تحياتي ليك الصديق العزيز العمده حجاج ابو زياده، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. حضر معانا ايضا ابن الاكابر عبر البث المباشر اخونا صديقنا العزيز الاستاذ هيثم كمال آلة حميد اللي بيقول كل عام وانتم بخير، ويا رب دايما متجمعين في الافراح وفي الليالي الجميله. تحياتنا ليك الاستاذ هيثم كمال آلة حميد. الرئيس علي احمد حداد زعيم المزمار البلدي والفن الشعبي في محافظه قنا وخارج محافظه قنا يتالق النهارده في برنامج فنجان شاي مع الصعيدي. تحياتنا للاستاذ او الحاج كمال محمد عبد المبدي، بيقول كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. تحياتنا ليك الحاج محمد كمال عبد المبدي. تحياتنا للاستاذ حسين حمزه البراهمه صديقي العزيز اللي بيقول كل عام وانتم بخير. انا كنت منتظرك النهارده انت والدكتور محمد صالح. تحياتنا ليك الاستاذ حسين حمزه اخويا وصديقي العزيز ابن البراهمه العمده حجاج ابو زياده بيقول لي الله عليك يا ريس علي. تحياتنا ليك، كانت ناقصاك طبعا العمده حجاج، تجي لنا بالسلامه ان شاء الله من دوله الكويت ورمضان كريم عليك. ابو عبد الله شمس المقاول، ابو عبد الله شمس ابن القلعه اللي بيقول كل عام وانتم بخير وصحه وسلام يا رب. وغدا نتقابل في نفس المكان. تشرفنا طبعا المقاول ابو عبد الله شمس، في انتظارك ان شاء الله كل يوم بعد صلاه التراويح مباشره امام فراشه احمد ربيع فريد، فراشه الازهر، سور نادي قط الرياضي. الاستاذ يوسف عاطف اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين. موافق الخال المحترم الشيخيه
تحياتنا لك، كل سنه وانت طيب. استاذ محمد شاذلي حامد. الباشمهندس محمد شاذلي حامد اللي بيقول كل عام وانتم بخير يا استاذ محمد، تحياتي ليك. ابو مصطفى الدريسي تحياتي لحضرتك اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين وسلامي للجميع. استاذ احمد رمضان السبعي اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين وبالصحه وسلامه، تحياتنا ليك. وتحياتنا للاستاذ احمد عبد الرحيم موافق والعمده حجاج ابو زياده. حضر معانا ايضا صديقي العزيز زين العابدين اخونا الكابتن احمد بدري اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين، تحياتنا ليك. البارود اخواتنا المحترمين واخونا الاستاذ شاذلي. وتحياتنا لابو جوهر اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك. نشاهد النهارده ايضا اليوم الخامس على التوالي تألق المعلم شاذلي، المعلم سيد هارون والحاج محمود عبد المفدي فرسان لعبه التحضير بمركز ومدينه جفت. نشاهد ايضا الحاج شاذلي عبد المفدي ايضا من ضمن الحاضرين، والاستاذ احمد الجزار برضه فرسان لعبه التحضير. النهارده حضر معانا ايضا فارس من فرسان لعبه التحضير بمركز ومدينه جفت. وداعم النهارده للفكره معالي النائب ابو الحسن الجزار اللي بشكره كل الشكر على حضوره النهارده وتشريفه، وكمان نزل النهارده ولعب في ساحه لعبه التحضير وبرنامج فنجان شاي مع محمد الصعيدي والحاج ربيع فريد. ابو محمد حساني بيقول لي كنت دعوت يا ابو كريم، على فكره الحاج ابو الحسن الجزار عمل واجب من 20 سنه معانا، كان له فلوس عند واحد صاحب صلاته اشترى منه سياره وهجره من القبط ورجع السياره. طبعا الحاج العمده ابو الحسن الجزار معالي النائب ابو الحسن الجزار ده مش جديد عليه طبعا، اعمال الشهامه والرجوله والمواقف الصعبه. طبعا معالي النائب ابو الحسن الجزار رجل المواقف الصعبه، النائب ابو الحسن الجزار. طبعا تحياتنا ليه وتحياتنا للرئيس علي احمد حداد طبعا اللي عمل مجهود يا جماعه من اول يوم رمضان، عازف المزمار الشهير بمحافظه جنة ومركز جفت وانحاء جمهوريه مصر العربيه، المبدع والمتالق دائما، وبنقول ربنا يديله الصحه ان شاء الله الرئيس علي احمد حداد وفرقته الجميله ابناء مركز جفت. طبعا تحيه ليهم وتحيه لكل ابناء الجعافره اخواتنا المحترمين، الحاج علي الجعفري وكل ابناء الجعافره. النهارده ابدع وعمل مجهود كبير معانا من اول يوم، وان شاء الله مكمل معانا حتى اخر يوم. لسه مكملين يا حاج سيد باشا. النهارده كمان الحاج سامي عازم جماعه من جوز جايين في الطريق. طبعا نشاهد الحاج اللي بيشاهد معانا الحاج عطله صلاح النصرابي، تحياتنا ليك. ابو محمد الحساني بيقول لي سلام مربع لكل ابناء مركز قفط، والعمده ابو الحسن الجزار تحياتنا ليك. العمده حجاج ابو زياده بيقول لي منور يا ريس علي. اخونا الباشمهندس علاء الشيخي اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك يا باشمهندس علاء. تحياتنا لكل اخواتنا المحترمين. حوده المصري اللي بيقول كل عام وانتم بخير. استاذ محمد تحياتنا ليك. محمود شاذلي ال حامد اللي بيقول لي ابو كريم كل سنه وانت طيب وسلامي للعمده واحمد ربيع والعمده ربيع، تحياتنا ليك. حاضر يوصل. تحياتنا طبعا لكل الساده المشاهدين اخواتنا المحترمين. باشمهندس علاء الشيخ اللي بيقول كل عام وانتم بخير، تحياتي ليك. اخونا الاستاذ محمد عادل اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك. احنا قدمنا فكره يا جماعه فنجان شاي في مركز ومدينه جفت مع الحاج ربيع فريد، ونالت اعجاب الجميع في مركز مدينه جفت، والناس كلها بتيجي والاطفال فرحانه والناس الكبيره، وامسيه جميله وسهره رمضانيه جميله طبعا بنشكر عليها كل من حضر، وان شاء الله هتكون سنويا باذن الله مع محمد الصعيدي. وتحياتنا للاستاذ الكبير خالد ابو حرشه اللي بيقول كل عام وانتم بخير. ابو فارس النصرابي اللي بيقول كل سنه وانت طيب. استاذ محمد تحياتي ليك. اخونا محمد جابر الزعيري اللي بيقول منور الدنيا كلها، تحياتنا ليك. وتحياتنا لكل الساده المشاهدين. العمده محمود حافظ تحياتنا ليك. طبعا بنرحب بضيوفنا من ابناء الاشراف وجوز ايضا المدعمين للفكره، وحضر معانا دلوقتي ابناء مركز جوز طبعا بدعوه كريمه مني ومن المعلم سامي عبد الله. حضر معانا المعلم سعد الفتيحي، وانفتاحات اخواتنا المحترمين اللي حضروا.
بنشكرهم طبعا على الحضور والمدعمين الاقوياء طبعا لفكره محمد الصعيدي فنجان شاي. طبعا حضر معانا فرسان لعبه التحطيب من مركز ومدينه جوس اخواتنا المحترمين، معلم سعد الفتيحي اللي حضر معانا، فارس من فرسان لعبه التحطيب بمركز جوس ومحافظه جنة المعلم سعد الفتيحي. بنقول له اهلا بيك النهارده انت وكل ضيوفك في برنامج فنجان شاي ولعبه التحطيب بمركز ومدينه جنة. كل سنه وانت طيب يا معلم سعد. حبيبي يا شرفتنا النهارده، شرفتنا. ايه رايك في الفكره فنجان شاي ولعبه التحطيب في مركز جوس النهارده؟ اجمل فكره واروع فكره بتتم الناس الاصيله والرجال المحترمه. انت شرفتنا النهارده والله. الله يبارك فيك وبتمنى تكون معانا احنا موجودين حتى نهايه الشهر ان شاء الله. الله معاكم لبديد اخر شهر رمضان وعلى رؤوسهم. وفي عندنا دروع في نهايه البرنامج، هيكون في دروع للعيبه العصايه والتحطيب في جوس وفي قفط وفي جنة ان شاء الله هيكون هنا كمان. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، ربنا يبارك في رجال جوف طبعا على الواجب وعلى الحفاوه والاستقبال. وبنشكر المعلم سامي محمد اللي اتصل بيكم فعلا واحنا قلنا له انا اتصلت. ربنا يبارك على القائمين كله بالاعتبار. شرفتنا المعلم سعد الفتيحي فارس من فرسان لعبه التحطيب في مركز جوس ومحافظه جنة وصعيد مصر اللي مشرفنا دايما. وبنقول له النهارده بالمعلم سامي طبعا على دعوته الكريمه بنقول لهم شرفتونا النهارده طبعا. وفي استقبالهم المعلم سيد هارون فارس من فرسان لعبه التحطيب في مركز جفت. حسام طيب شرفتنا النهارده. ايه رايك في الفكره؟ فنجان شاي النهارده ولعبه التحطيب. جميل بحضر النبي يا مفتريه دي وربنا يعود علينا لكم طبعا وشرف لي طبعا. شرفتنا النهارده وكل ابناء جوز النهارده. شرفتنا وكل سنه وانتم طيب ودايما موجودين معانا ان شاء الله. طبعا خلاوي غني عن التعريف فارس من فرسان التحطيب. عبد الناصر طبعا الحاج عبد الناصر فارس من فرسان التحطيب في مركز جوس وجفت محافظه جنة كلها. ايه رايك في الفكره اللي احنا عاملينها النهارده؟ جميله وصارت جميله طيبين علينا عليكم ايام بخير وفيها من تمام بقصد يعني حكايتنا وان شاء الله هنكمل فيها حتى نهايه الشهر باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب الحاج عبد الناصر. وشرفتنا النهارده كل ابناء مركز جوس اخواتنا الرجاله المحترمين فرسان من فرسان لعبه التحطيب الحاج عبد الناصر والحاج سعد الفتيحي وكلهم ضيوفهم المحترمين. بيشاهد معانا دلوقتي يا جماعه عبر البث الحاج احمد العضايمي معاك اهو. الحاج احمد العضايمي بيشاهد اهو. طبعا بيشاهد معانا الحاج احمد العضايمي وبنقول له طبعا وصلت بالسلامه القاهره وبنقول له ترجع لنا بالسلامه ونسالكم الدعاء طبعا لوالدته المحترمه الحاج احمد العضايمي. طبعا بنقول لك الف مليون سلامه على الوالده وترجع بالسلامه ان شاء الله. الحاج احمد العضايمي رجل الاعمال المحترم ابن مركز جفت والداعم القوي للفكره كمان. نشاهد دلوقتي طبعا نزول ابناء مركز جوس الى ساحه لعبه التحطيب الحاج سعد الفتيحي والحاج عبد الناصر الخلاوي. بشكرهم جدا انهم حضروا ولبوا الدعوه كمان.
تحياتنا للاستاذ عمر عبد الله همام زمالك مدينه سفاجه، طبعا صديقنا العزيز اللي بنتشرف بيه، اللي بيقول كل عام وانتم بخير وسعاده. يا سعاده الاعلامي انا اخوك طبعا الصغير الحاج عمر عبد الله همام ابن القلعه، اخويا وصديقي اللي انا بتشرف بيه دايما، وجهتنا المشرفه في البحر الاحمر. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها يا رب، ودايما في افراح، ودايما مركز جفت في افراح وسعاده، ودايما عائله واحده، ودايما ايد واحده في الخير وفي الحب. والله ما واخد بالي، والله ما واخد بالي، لسه شايفه والله. كل ابناء قريه البراهمه طبعا، حاج احمد البراهمه اخونا وصديقنا وصديق الوالد، تحياتي ليه. حاج عبد الراضي اللي شرفنا النهارده كمان في برنامج فنجان شاي، تحياتنا للحاج عبد الراضي وتحياتنا للحاج احمد البراهمه اخواتنا المحترمين، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ودايما ان شاء الله رمضان يجمعنا في الحب وفي الخير وفي السلام وفي الليالي الجميله. ابناء قوس طبعا بشكرهم جدا اللي حضروا ويلبوا الدعوه النهارده. ابو مؤمن الهزيجي طبعا البراهمه اللي بيقول كل عام وانتم بخير. الاستاذ علاء عمر ابو جعبور، كل عائلات ابو جعبور البراهمه وانحاء الجمهوريه تحياتنا ليهم. الباشا رمضان اللي بيقول كل عام وانتم بخير، تحياتنا ليك. ابو حسن ابو غابه اللي بيقول ما شاء الله، تحياتنا ليك. العمده جمال اللي بيشاهد معانا. استاذ احمد جابر عبد النور اللي بيقول كل سنه وانتم طيبين. الحاج احمد العضايمي رجل الاعمال المحترم، الحاج احمد العضايمي اللي بيقول منور يا اجدع اعلامي، وسلامي لجميع الناس. الحاج عامر طبعا اللي شرفنا النهارده، شرفتنا النهارده يا حاج عامر. الله يبارك فيك، الله يعزك، الله يبارك فيك. ايه رايك في الفكره في رمضان كده ولعبه التحطيب؟ طيبين وعد عليكم بخير. شرفتنا دايما ودايما مشرفنا. الله يعزك، الله يبارك فيك. الحاج عامر طبعا كل ابناء قوس النهارده اخواتنا الرجاله، الله يعزك. وبلدك الثانيه جفت النهارده شرفتنا فيها. ايه رايك في المناسبه كل سنه وانتم طيبين والبرنامج والفكره بتاعت لعبه التحطيب؟ بالتوفيق ان شاء الله، فكره جميله والله. الله يعزك يا عم عامر، شرفتنا. وبعدين من جديد على قفط يعني طبعا. من زمان يعني كنا نلاقي طبعا. هنا نلاقي. طبعا وبنتمنى كل سنه تكونوا في قفط باذن الله. بنرحب بيك الحاج عامر قوس واهالينا في قوس طبعا ليهم كل التحيه، والحاج عبد الناصر والحاج سعد الفتاحي النهارده في ضيافه المعلم سامي محمد عبد الله طبعا، وبنشكره جدا على وقفته معانا. الحاج سامي عمل مجهود كبير. ابو مؤمن الهجيلي اللي بيقول ان شاء الله بكره هشارك بحصاني، تشرفنا ابو مؤمن البراهمه، تشرفنا طبعا. يا ريت والله تبقى فقره خيل كمان، يا ريت تشرفنا. اخونا اشرف حربي اللي بيشاهد معانا، اخونا المحترم ابو زياد اللي بيقول كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم جميعا. استاذ محمد بيشاهد الحاج عامر دلوقتي ابن مركز قوس مع الحاج عبد الناصر ابناء مركز قوس. مصطفى اللي بيشاهد معانا، مصطفى سيد تحياتنا ليك. ابو مؤمن يقول الله يحفظك ورمضان كريم. استاذ حسن احمد الديري ابو سلام تحياتنا ليك صديقي العزيز. ابو يوسف الاستاذ مجدي رجب تحياتي ليك يا ابو يوسف. نوعدكم طبعا جميعا اعزائي المشاهدين ان شاء الله كل يوم في نفس المكان بعد صلاه التراويح وفنجان شاي مع الحاج ربيع فريد ومحمد الصعيدي، ويا رب الفكره تنال اعجاب الجميع. عملنا فكره بسيطه عشان نجمع اهالينا لعيبه التحطيب او لعبه
او فرسان التحطيب سواء من جفت او من جوسو او من اي قريه حابب يشارك هيجي معانا. احنا موجودين حتى نهايه شهر رمضان، ويا رب الفكره تعجبكم ونكمل فيها ان شاء الله كل سنه في شهر رمضان الكريم. وهنكون معاكم ان شاء الله في مركز نجاده وحجازه ومحافظات قنا ومحافظه قنا والبحر الاحمر والقصير قريبا جدا. خلال شهر رمضان هنكون في اكثر من مركز. الاستاذ المحترم الاستاذ مصطفى سيد اللي بيقول كل سنه وانت طيب وبخير، والاستاذ محمد تحياتي ليك عضو مجلس اداره نادي قفطه الرياضي. الاستاذ مصطفى سيد تحياتي ليك. الجميل علي احمد حداد، الريس اللي ملوش ريس يا جماعه، الريس علي احمد حداد وفرقته الجميله للفنون الشعبيه، الريس علي الجعفري اللي دايما منورنا ودايما مبدع في فنه الجميل المزمار البلدي. حسن الديري اللي بيقول لقاء جميل وسهره جميله مع الاحباب، تحياتنا ليكم الاستاذ حسن، وانت كنت مشرفنا النهارده. استاذ حسن الديري صديقي العزيز، استاذ حماده سرحان العكرمي اللي بيقول كل عام وانتم بخير. اخونا الاستاذ مصطفى عبده اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك. اخونا الاستاذ اشرف حربي اللي بيقول لي حبيبي المحترم استاذ محمد الصعيدي كل سنه وانت طيب. الجيزي طبعا اللي بيقول حاجه جميله استاذ محمد، ودايما نشوف لك الاجمل يا ريت. تحياتي ليك وللحاج محمد والحاج مصطفى فريد وكل الناس المحترمه اللي شاركت بالحضور او عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا ليك يا ابو مؤمن، واحنا ناجحين بيكم والفكره ناجحه بيكم، واحنا حبينا نعمل عمل بسيط جدا لاهالينا في جفت، ونبدا من جفت وتبقى الانطلاق والافكار كلها ننفذها بدايه في مركزنا مركز العظماء مركز جفت. وان شاء الله في افكار كتير وكتير في الايام الجايه ان شاء الله، ونعمل حاجات بسيطه تدخل الفرحه في قلوب الجميع. تحياتنا ليك. الاستاذ علاء ابو خلف الله اللي بيشاهد معانا تحياتنا ليك. استاذ علاء ابو خلف الله تحياتنا ليك. الاستاذ عادل العدلي ابو ملك اللي بيقول كل سنه وانت طيب. استاذ محمد تحياتي ليك. استاذ مصطفى يوسف تحياتي لحضرتك. الاستاذ او الحاج محمد كمال عبد المبدي اللي بيقولوا الريس الغالي عليا منور الدنيا كلها. الرئيس علي احمد حداد يتالق النهارده في برنامج فنجان شاي مع الصعيدي، والحاج ربيع فريد النهارده نجم الفن الشعبي ونجم المزمار في محافظه قنا وانحاء الجمهوريه. الرئيس علي احمد حداد الجعفري.
ايمن الشريف صديقي العزيز اللي حضر معانا، ايمن الشريف اخونا. عم ربيع معقول ايه المسافه؟ خلاص تفرح يا اخي، يا ريت والله في نفس اليوم برضه هيحولوا هناك عادي. والله شرفتونا النهارده. هجيبك يا صاحبي، دي حفله اصلا زي رمضانيه. لا هو رمضان بصراحه. بشكر الاستاذ ايمن الشريف النهارده اللي شرفنا طبعا، بشكره جدا. كل التربيه والتعليم اللي مدعم ايضا لمحمد الصعيدي وفكرته، بشكره جدا النهارده على الحضور، وبقول له في ميزان حسناتك وجبر الخواطر، وبشكرك جدا. واحنا كمان معاك في اي عمل ان شاء الله لابناء جفت. بشكرك جدا استاذ ايمن اللي شرفتني النهارده. تسلم، كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. ايه رايك في الفكره؟ لا بسم الله ما شاء الله جميل. فكره بسيطه بس الناس فرحانه بيها. لا فرحانه جدا يعني ما شاء الله، الحضور كثيف والله ما عزمنا حد، احنا عاملينها قلنا على اللايف وقلنا الناس تشارك معانا. لا حاجه حلوه بصراحه، واحلى ما فيها اللمه يعني بتجمع الاحباب كلها. طبعا، وفي ناس بتكون زعلانه صالحناها كمان اكتر من حد زعلان مع حد، صلحناه في فنجان شاي وفي السهره الرمضانيه. حلوه واحنا في شهر مفترج. كل سنه وانت طيب. بشكرك جدا استاذ ايمن الشريف على تشريفك لينا، شكرا جدا. وبشكر ضيفك العزيز اللي شرفنا برضه، بشكرك جدا النهارده استاذ مصطفى. استاذ محمود كل سنه وانت طيب. شرفتنا النهارده والله. الله يخليك الله يخليك. ودايما ان شاء الله متجمعين في الخير باذن الله. خير ان شاء الله، كل سنه وانت طيب. بشكرك جدا انت الاستاذ ايمن، شكرا لحضوركم، شكرا للاستاذ ايمن الشريف اخويا وصديقي العزيز. معلم سامي احنا على البث بقول لك الاول الف مليون شكر لانك انت سبب النجاح، وانت سبب الفكره، وانت سبب الحضور، وانت اللي دايما بتستقبل الناس بقلبك ودايما بتعزم وليه قبول في جفت وخارج جفت. بشكرك جدا ابن جفت المعلم سامي اللي هو فارس من فرسان لعبه التحطيط، وعلى قديمه زي ما بنقولوا هو اللي دعم الصعيد وعم ربيع وقال توكلوا على الله، وانتوا ناجحين وانا معاكم في اي حاجه. بشكرك جدا على وقفتك ودعمك المالي والمعنوي واستقبالك للضيوف. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد والبركه فيك. ان شاء الله تكون عيد مبروك علينا جميعا. وايه تقول لحبايبك النهارده اللي جوا لك من قوس النهارده حبايبي دول حبايبي، قوس والبراهمه والناس كلها جايه لك النهارده. الناس دي حبايبي، وانا سعيد طبعا وبتشرف بيك. انا سعيد بيك والله. انت سبب النجاح اقسم بالله، واتجمل معاك يوم افراح ولادك ان شاء الله. الله وانت طيب يا استاذ. معلم سامي علم من اعلام لعبه التحطيط في مركز جفت، وهو السبب الرئيسي والله معايا في نجاح الفكره، واقف من اول يوم معايا بصراحه. بشكره جدا. بشكر الحاج احمد العضايمي اللي هو برضه داعم قوي معانا، والعمده ابو الحسن الجزار اللي هو حضر النهارده ولعب كمان ومدعم داعم قوي لمحمد الصعيد والحاج ربيع فريد. وبشكر آل هارون بالاجماع، كل آل هارون اخواتي واصدقائي المحترمين، حاج سيد والحاج محمد وكل جزارين بلدنا آل هارون، الرجاله اللي هم شرفوني النهارده، واخويا ايمن الشريف، استاذ بشير ابو دجه، استاذ محمد الامير، الحاج عبد الراضي الجلعه، بشكره جدا جدا، الحاج احمد البراهمه والحاج محمد عبيد ابو عروسه، بشكره جدا. كل ابناء البراهمه اخوات الرجاله، الحاج محمود عبد المفدي، كل الشكر ليه. فارس من فرسان لعبه التحطيط في مركز جفت اللي هو عامل معانا الصح كله بصراحه، وواقف علم من اعلام جفت. الحاج محمود عبد المفدي فارس من فرسان لعبه التحطيط، واللي ليه دور كبير في نجاح الحفله وفي نجاح البرنامج، وموجود معانا كل يوم
والمعلم شاذلي ابن اخوه، كلهم ناس افاضل واعلام من اعلام مركز جبته. الحاج محمود عبد المفتي بشكره جدا جدا جدا، وكل الشكر لكل ال هارون اخواتي المحترمين. شكر لابناء غوص الحاج سعد الفتيحي والحاج عبد الناصر الخلاوي، الحاج عامر. نايم يا محمد، مش هيحبك. اللي حضر معانا ابو عبده قريه البراهمه، تحياتنا ليك. الحاج محمد كمال عبد المبدي والدي، كل عام وانتم بخير يا معلم سامي. الاستاذ محمد جمال عبد الوهاب اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك. اخونا الاستاذ كمال محمد اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك. اخونا الحاج العمده عادل غزالي، تحياتنا ليك. العمده احمد عبد النعيم دنجل اللي بيشاهد معانا، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل آلة دنجل، وتحياتنا لمعالي النائب عبد الفتاح دنجل، وتحياتنا لكل آلة دنجل. اخونا عادل العدلي ابو ملك اللي بيقول كل سنه وانت طيب. استاذ محمد ابو مؤمن الهجيجي، تحياتنا ليك. ابو عبده اللي بيقول كل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله. تحياتي ليك ابن البراهمه المحترم الحاج ابو عبده اللي بيشاهد معانا، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل قريه البراهمه اخواتنا الرجاله المحترمين بخير. عظيم الشكر طبعا للراعي الرسمي ايضا فراشة الازهر الشريف قيادة الاستاذ احمد ربيع فريد، اخويا وصديقي المحترم، والاستاذ ضياء والمعلم بهاء ربيع فريد، واخونا علاء ربيع فريد، واخونا محمد ربيع فريد. صورنا انا بلعب، بس ما تحركش يدك، ثبت يدك علينا تمام، وتجيبني انا بلعب. لا ايوه خلي يدك كده.
حضر معانا الاستاذ محمد عدس حياه كريمه، والاستاذ شاذ زايد، اخواتي واصدقائي حياه كريمه، الاستاذ محمد اللي حضر معانا، كل اخواتي المحترمين.